بسم الله الرحمن الرحيم. هتكلم مع حضراتكم في فيديو مهم جدا عن موضوع جريمة النصب. ازاي تثبت جريمة النصب والاحتيال عشان ترجع حقك تاني. دوت موضوع اليوم. يبقى احنا النهارده عشان تتكلم او تثبت جريمة النصب والاحتيال عشان حقك يرجع، في جمع الأدلة اللي هو الأركان الأساسية وفي اتباع إجراءات قانونية. لو هنتكلم عن الأركان الأساسية، أول حاجة في الأركان الأساسية اللي هو الأدلة المادية. يعني إيه دليل مادي؟ الدليل المادي اللي حضرتك بتثبت بأي دليل أو أي مستند إن حضرتك تم النصب عليك من قبل فلان. لو في تحويلات أموال بتثبت بالتحويلات او عن طريق الاسكرينات او عن طريق اي اثبات تثبت ان انت حولت اموال لهذا الشخص النصاب، سواء كان في فيديوهات صوتيه او فيديوهات مرئيه بينك وبين الشخص اللي تم النصب عليك من قبله. بتستعين وتستند الى اي دليل يثبت ان الشخص ده تم النصب عليك في مبلغ مالي كذا او في اي شيء تم النصب عليه. يبقى الأدلة المادية اللي هي أي دليل أو أي مستند يثبت وقوعك أو إنه تم النصب عليك من قبل الشخص الفلاني. بعد كده شهادة الشهود، وشهادة الشهود طبعا مهمة في أي قضية. شهادة الشهود ليها موضوع أو من الأهمية بمكان. في عملية النصب بتستعين بالشهود، إن شهود يكونوا على علم بهذه الواقعة، أو شهود يكون تم النصب عليهم من قبل نفس الشخص ويعرفوا حضرتك ويعرفوا الشخص النصاب، يعرفوا الطرفين. يمكن أيضا الاستعانة بهؤلاء الشهود. بعد الاستعانة بشهادة الشهود بالركن المادي. الركن المادي اللي هو استخدام الجاني لأساليب احتيالية، بمعنى كون الشخص النصاب ده مثلا بيمتحن صفة شخص ان هو شخص مهم او شخص ذو نفوذ او ان هو يقدر يعمل كذا، فيستغلك او ينصب عليك في مبلغ مالي او ينصب عليك في اي شيء هو بيحصل عليه منك، او ايهامك بوجود شيء، يوهمك ان في شيء مثلا او في هيعمل حاجه او في بينكم هيتم عمل شيء والشيء ده اصلا غير موجود، او وعود كاذبه ان هو يوعدك بوعد وما يتمش الوعد وينصب عليك في المبلغ المالي او اي شيء بيحصل عليه من حضرتك. بعد الركن المادي الركن المعنوي، اثبات القصد الجنائي. القصد الجنائي الركن المعنوي اللي هو القصد الجنائي، ان انت تثبت ان في نصب او تم النصب عليك من قبل الشخص ده، ان هو كان عنده نية النصب او نية ان هو ياخد منك مال وما ينفذش ليك المطلوب، او ان هو عمل كده او قام بعملية النصب من قبل شخص قبلك واحد واثنين، لان النصاب بيبقى ممتهن لهذه المهنة او بيمارس عملية النصب كتير. فانت بتثبت الركن المعنوي اللي هو اثبات القصد الجنائي. بعد كده النتيجة، تثبت تحقق الضرر، ان حضرتك تضرر من هذه الواقعة او من واقعة او من جريمة النصب اللي نصب بها عليك، وان حضرتك حولت اموال او حولت او اعطيته شيء او نصب عليك في هذا الشيء، فبتثبت تحقق الضرر ووقوعك في هذا الضرر عن طريق تحويل الاموال او عن طريق ان انت ارسلت له بيانات. ده طبعا الاركان الاساسيه. لما نيجي نتكلم عن الاجراءات القانونيه، فهنتكلم عن اول حاجه في الاجراءات القانونيه. اول حاجه عشان تثبت حقك في عمليه النصب وترجع الحق ده تاني، بتتوجه لقسم الشرطه، بتعمل محضر شرطه في الاسم، وطبعا بتستعين ايضا في المحضر بشهاده شهود. بعد كده بتدعم المحضر بتاع الشرطه ببيانات، سواء كان معاك بيانات مستندات، سواء كان معاك سكرينات بتحويل اموال، سواء عن طريق رسائل نصيه او تسجيلات فيديو بينك وبين الشخص ده اثناء ان هو نصب عليك. ده كله بتدعم بيه الشرطه المحضر اللي حضرتك بتعمله في الشرطه. وايضا لما المحضر بيروح النيابه، طبعا اي مستند عايز تقدمه او تدعم بيه قضيتك او دعواك شيء مهم جدا.
بعد كده الاستعانة بمحامي، والاستعانة بمحامي مهم جدا مش في عمليات النصب بس، في أي قضية أو في أي إجراء بتستعين بالمحامي. الاستعانة بالمحامي في جرائم النصب لأن في ناس بيتنصب عليها في مبالغ مادية كبيرة، في 10 مليون، في طبعا وده حصل بالفعل، وفي شخص اتنصب عليه في 5 مليون، ده حصل أيضا بالفعل. فالاستعانة بالمحامي هنا مهم جدا لسببين. السبب الأول إن هو بيتبع أو بيخليك تتبع الإجراءات القانونية بشكل صحيح. بعد كده تاني حاجة إن هو بيقدم دعواك أو بيرفع الدعوة القضائية أمام المحكمة بشكل صحيح، حيث بتتخذ المسار القانوني الصح، وبذلك يرجع لك حقك تاني. لأن في ناس بيبقى تم النصب عليها ولكن ما بيتبعش الإجراءات القانونية بشكل صحيح، ما بيعرفش يثبت وقوعه في عملية النصب، ولذلك بترفض الدعوة. بعد كده بترفع الدعوة القضائية عن طريق المحامي المختص، بيرفع القضية أمام المحكمة بشكل صحيح، ويكون متبع الإجراءات القانونية بشكل صحيح، وبتكون مستوفية للشروط، وبكده بيبقى أنت أثبتت حقك عن طريق الأركان الأساسية واتباعك للإجراءات القانونية. طبعا البينة طبعا على المدعي واليمين على من أنكر زي ما بيقولوا كده. فأنت عشان تثبت حقك لابد إن أنت تدعم وتثبت عن طريق البيانات والمستندات وكل ما يثبت وقوعك في عملية النصب، لأن أنا قلت إن في ناس اتنصب عليها أيضا وما يقدرش يثبت ذلك أمام المحكمة، طبعا بترفض الدعوة رغم إن هو صاحب حق وإن هو اتنصب عليه بالفعل. ولذلك قلنا الاستعانة بمحامي مهم جدا في عمليات النصب في كل قضية، وفي عمليات النصب بالأهم، لأن عمليات النصب اللي بيحترف أو بيمارس النصب بيبقى محترف فيه. وجرائم النصب طبعا بيتم النصب في مبالغ كبيرة أو في عقارات أو أيا كان النصب. فالاستعانة بمحامي بيقدم الدعوة أو بيرفع الدعوة أمام المحكمة بشكل صحيح وبيتبع الإجراءات القانونية بشكل صحيح، ولذلك بيبقى بيسهل عليك الإجراءات إن أنت يرجع لك حقك تاني. فده كان فيديو اليوم إن هو كيف تثبت عملية أو جريمة النصب والاحتيال عشان ترجع حقك تاني، وده موضوع مهم جدا، حيث أن جرائم النصب أيضا مستمرة ولن تنتهي. يعني جرائم النصب لأن احنا بنوعي قانونا الأشخاص، ولكن أيضا بتحدث كل يوم عمليات النصب وعمليات الاحتيال. وتحياتي لحضراتكم جميعا.